في سنة 1993 صوت وردة الجزائرية كان بيشق السما، كانت بتغني وبتقول حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش. كانت أغنية من كلمات صلاح الشرنوبي ومن ألحان عمرو بطيشة، كانت مجرد أنين حب وصوت أنثى قررت تقول كفاية وتلم كرامتها وتمشي. مرت سنين طويلة والأغنية اختفت وسط زحمة الزمن، لحد ما ظهرت لنا مايا دياب وقالت أنا لازم أغني الأغنية دي تاني ولكن بطريقتي. وهنا الموضوع كله خرج من مجرد ريميكس أو إعادة توزيع للأغنية، الموضوع بقى عرض مسرحي وحاجة فخمة كده ومليانة بالرموز الغريبة. حاجات غريبة جدا بدأت تظهر في العرض والجمهور كان مصدوم جدا من اللي قاعد بيشوفه، بيقول ايه القرون دي وليه الإضاءة جاية من فوق بالمنظر ده، وهل هي فعلا بتحاول توصل رسالة؟ في اللحظة دي بس ظهرت نظريات المؤامرة وتساؤلات الجمهور اللي كانوا بيقولوا هل أغنية حرمت أحبك هي مجرد عمل فني ولا عبارة عن رموز ماسونية ورسائل مشفرة بتهاجم العقل اللاواعي للجمهور. تعالالي كده عزيزي السالك وتعالوا نحلل المشهد من أوله، لكن في البداية لو بتحب المحتوى ده انزل دلوقتي اعمل لايك واشترك في القناة وقولي في الكومنتات كلمة حلوة تشجعني أكمل. وعشان ما طولش عليكم بسم الله فلنبدأ. الستارة بتفتح، مايا دياب واقفة في قاعة سودة، فستانها من خامة مخملية سوداء، صدرها مغطي بريش ذهبي على شكل نسر. أول ما هتشوفه هيجي في مخيلتك الحضارة الفرعونية القديمة، بس اللي فاهم كويس عارف الريشة دي معناها ايه. الريشة دي بترمز لهورهوس، وده بيسمى بإله البصرية في الماسونية. كل حاجة موجودة حوالين مايا بتقول أنا شايفة أكتر من اللي انتوا شايفينه، والإضاءة فوق راسها عاملة شكل عين واحدة، واللي هو رمز شهير جدا كلنا عارفينه أكيد، وهو الهرم داخل العين، الرمز الأشهر في الماسونية واللي بيرمز إلى المراقبة المطلقة. هل ده صدفة ولا رسالة بتتزرع من أول ثانية؟ واحد من السالكين هيجي يقول لي لا يا عم ده مجرد صدفة، ما تكبرش الموضوع. تعال نكمل عشان نفهم. وفي المشهد التاني مايا كانت لابسة جلد تمساح وكان لونه أسمر فاحم، واللي هيلفت انتباهك إنها لابسة قبعة سلندر ضخمة على راسها. القبعة دي هي قبعة تاريخية كانت بترمز في طقوس الماسونية للرفعة والسرية. الديكور حواليها زوايا غريبة وممرات مائلة وكأن المكان نفسه بيخدع عينك. اللون الأسود الطاغي في المكان مش مجرد ديكور، في نظرية من نظريات المؤامرة بتقول إن اللون الأسود الطاغي في المكان بيرمز إلى العهد السري أو الظلام الروحي. الكاميرا هتبدأ تلف ببطء وكأنك دخلت في دايرة نفس حركة الطقوس الدائرية في المحافل السرية. وهنا لازم نقف ونفكر شوية، يا ترى القبعة دي ظهرت ليه وبتعبر عن ايه وايه اصلا معناها؟ ولازم تبقى عارف ومتأكد ان الديكور والحاجات دي بيتم اختيارها بدقة، وان صعب جدا ان اي حاجة من دول تكون مجرد صدفة. القبعة دي ظهرت لأول مرة في نهاية القرن ال18 وبداية القرن ال19، وفي انجلترا كانت بترمز للطبقة الأرستقراطية، وما كانش بيلبسها غير رجال الأعمال والسياسة والنخبة، لبسها الرؤساء والأمراء، وأحيانا كنا بنشوفها في المسرحيات والعروض. شخصيات زي مستر أونيبلي والساحر أوزو أبراهام. قبعة كانت بتدل على السلطة والهيبة والطبقية والغموض. طب ايه علاقة الكلام اللي احنا بنقوله ده بالماسونية؟ القبعة دي كونها قبعة طويلة ومرتفعة فوق الراس، فده بيرتبط في طقوس الماسونية بالسمو العقلي والروحي. الراس عند الماسونية بترمز لمراكز الوعي، ووضع قبعة مرتفعة عن الرأس بيرمز إلى الطبقة العليا. وفي طقوس كتيرة جدا بيتم تقديمها وهم لابسين القبعة دي عشان يوصلوا رسالة إن الشخص اللي لابس
لابس القبعة دي يسمى بالماستر، وده بيكون شخص ذو وجهين، الروح الظاهرة للناس اللي زينا كده، وده بيسمى بالعامة. هل منطقي ان كل ده يكون مرتبط بالفن، ولا الموضوع فيه رسالة اكبر؟ ناس كتير هتقولك دي مجرد نظريات ووهم، وناس كتير هتبتدي تشوف الكليبات بعين تانية وهتقول يا ترى مين ورا اللي بيحصل ده؟ وعشان نعرف الإجابة لازم في الأول أعرفك مين هي مايا دياب. مايا دياب هي مغنية لبنانية اتولدت 19 نوفمبر 1980 في الإشراقية ببيروت، وكانت من عيلة يونانية. بدأت مشوارها الفني في سنة 2001 ضمن فرقة ذا فور كاتس، فنانة مثيرة للجدل ومؤمنة بأفكار غريبة زي المساكنة، ومؤمنة بأفكار تانية كتير، ولكن أهمهم إنها ظهرت في أكتر حاجة تثير الجدل، أخبار بتربط إعلان شركة سوني بحركة إيد غريبة. مايا دياب كانت عاملة بإيديها حركة الناس اتهموها إنها ماسونية، ولكن مايا شخصيتها معروفة إنها ما بتردش على انتقادات ولا شائعات، إنها باختصار شايفة إن وقتها ثمين، وبدل ما تضيعه في الرد على الانتقادات لا تضيعه في حاجة كويسة أحسن. مايا طول الوقت بتظهر بإطلالات جريئة زي أظافر مشتعلة أو غطاء على راسها عليه نجمة ذهبية. تعليقات كتير عملت اختلافات عن معنى الحاجات اللي بتظهر بيها. ده صحيح مفيش وثيقة رسمية أو عمل رسمي يدل إن مايا ليها علاقة بالماسونية، لكن طبعا كلنا لاحظنا إن في علامات استفهام كتير وإشارات واضحة وصريحة. مش شرط كل فنان يطلع ويظهر رموز الماسونية إن هو كده ماسوني، في ناس بتتعمد إنها تظهر بهذا الشكل عشان تثير الجدل، لأن الفنانين دول عارفين إنهم لما يظهروا بالشكل ده هيثيروا الجدل، وبكده هيحقق شهرة أوسع، فعشان يطلعوا ترند والناس تتكلم عنهم بيطلعوا بالرموز دي. وناس تانية كتير بالفعل منضمة لصفوف الماسونية، وكمان بتنفذ أوامرهم بالحرف الواحد. المهم يا سالك، رأيك يهمني جدا، انزل دلوقتي اكتب لي رأيك في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا اعرف انك من جيش السالكين وانا بحبك، وخليك في امان لحد ما اشوفك تاني في فيديو جديد. سلام.